بغيتي سندويتشات اللي ساهلين للفطور، تابعي معايا حتى الاخر ديال هذا الفيديو. غنوجد معاك فطائر اللي كيجيو ساهلين ولذاذ وفي نفس الوقت اقتصاديين. اول حاجه كيف ما كيبان لكم هنايا غنحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الناعم ولا دقيق الفورس، وغادي نحتاجوا نصف الكميه ديالو ديال دقيق القمح. غنحتاجوا 200 غرام ديال دقيق الفينو. غنحتاجوا الملحه. غنخلطوا النواشف ديالنا مع بعضياتهم. الا كنت اول مره كتشاهدوا القناه كنتمنى تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. من بعد غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات، ممكن ديروا ايضا الخميره الطريه. غنحتاجوا هنا الماء الدافي للعجن. غادي نبقاو كنضيفوا الماء شويه بشويه مع الاستمرار في العجن حتى غادي تجمع لينا العجينه ديالنا. من بعد ما جمعنا العجين مزيان غادي ناخذ واحد البول ديال الزاج وغادي نحطوا فيه ديك الكره ديال العجين. غادي نغطيوها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليوها في واحد المكان دافي تقريبا واحد المده ديال 20 دقيقه حتى غادي تضاعف الحجم ديالها. من بعد ما اختمر العجين هذا هو الشكل ديالو. غادي ناخذ ديك العجينه غادي نوضعوها في سطح العمل. غادي نرشوا واحد شويه ديال الدقيق. غنقسموا العجينه ديالنا على جوج. غادي ناخذوا القطعه الاولى غنسرحوها بالدلاك. من بعد ما غادي نسرحوها حتى غادي تولي شويه العجينه رقيقه. غادي ناخذ واحد السكين ولا واحد القطعه ديال البيتزا وغادي نبقاو كنقطعوا مربعات على حساب الرغبه. ممكن ديروهم صغار ولا كبار على حساب الرغبه ديالكم. بنفس الطريقه غادي نكملوا حتى غنكملوا كاع المربعات اللي عندنا. في واحد المنديل غادي نرشوا بواحد شويه ديال الدقيق. غادي نحطوا دوك الخبيزات ديالنا وغادي نخليهم حتى غادي يختمروا. في هذه المرحله انا غادي نحتاج واحد شويه ديال الدجاج اللي غادي يكون مقطع رقيق. غادي نوضعوا فيه حبه ديال البصل اللي غادي تكون مقطعه. صراحه هذه المرحله ديال الدجاج كنت دايرها قبل لانني خليته حتى ترقد. غنزيدوا عليه واحد شويه ديال الملحه. غنزيد واحد شويه ديال السكنجبير. غنحتاجوا الخرقوم ولا كركم. البزار. غنحتاج واحد شويه ديال البودره ديال الثوم، بودره ديال البصل، وغادي نحتاجو شويه من العطريه ديال الدجاج ولا القوام ديال الدجاج. كيتباعوا عند العطار كيكونوا واجدين. من بعد هنا غادي نحتاج واحد شويه ديال الخل. ممكن ايضا نستبدلوه بالحامض غادي يكون من الاحسن. انا ما كانش متوفر عندي الحامض استخدمت شويه ديال الخل. هنا غنحتاج واحد شويه ديال المطارد. من بعد ما وضعنا التوابل ديالنا كاملين غادي نخلطوا المكونات ديالنا. غنخلطوا داك الدجاج مع التوابل. غادي نخليو على جنب حتى غادي تشرب لينا داك الدجاج دوك التوابل كاملين اللي درنا من قبل. من بعد ما اختمر الخبز هذا هو الشكل ديالو. غادي ناخذ واحد المقلاة اللي غادي تكون سخونه. غادي نبقاو كنحطوا فيها الخبيزات ديالنا. غادي نوضعوهم على الوجه الاول من بعد غنقلبوهم للوجه الثاني حتى غادي يتحمروا لينا من الجهتين. من بعد ما طيبنا الخبيزات ديالنا غنغطيوهم وغادي نخليوهم على جنب.
غادي ناخذ واحد المقلاة غنوضعوا فيها شويه ديال الزيت النباتي وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نوضعوا الدجاج ديالنا. غادي نخليو الزيت حتى غادي تسخن مزيان، من بعد غادي نحطو عليها الدجاج هكذا باش ما غادي يطلقش لينا داك الماء ديالو، من بعد غادي يجينا ناشف. غادي نبقاو كنحركو داك الدجاج مزيان من الجهتين حتى غادي يتحمر لينا. من بعد ما تحمر ليا الدجاج ديالي وطيبنا دوك الخبيزات، دابا غادي نجيو نعمروهم. كنحاولوا ناخذوا الخبز كنفتحوه من واحد الاتجاه، واحد الفتحه اللي غادي تكون شويه صغيره. من بعد كنزيد واحد شويه ديال الخس. ممكن في هذه المرحله نضيفوا اللي بغينا، ممكن نضيفوا شي صوص الا بغيناها. غنضيف واحد الكميه من الدجاج. غنزيدوا شويه ديال المطيشه، شويه ديال الخيار مرقد. كيف ما قلت لكم ممكن تزيدوا ايضا شي صوص الا كنتو باغيينها بحال مايونيز ولا صوص الجيريان على حسب الرغبه ديالكم. وهنايا غادي نزيد واحد شويه ديال الفرomاج. انا هنايا زدت الفرomاج ديال الساندويتش. من بعد ما غادي نكمل الخبيزات ديالي كاملين، غادي ناخذ الاله ديال البانيني. غادي نخليها حتى غادي تسخن مزيان، من بعد غادي نحط دوك الخبيزات هكذا باش يذوب لينا داك الفرomاج. كيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا شي صوص للساندويتشات ديالكم. صراحه انا ما كنضيفهاش لان داك الخس وداك الفرomاج كيطلقوا لينا داك الماء ديالهم وداك التعليكه ديالهم. هكذا تيجيكم الخبيزات ديالكم ناشفين من الداخل. حتى كنبغيو نقدموهم ممكن نحطوا معاهم الصوصات في الجوانب اللي بغى يزيدهم. غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا كاع الساندويتشات اللي عندنا. وهذا الساندويتش ديالنا من بعد ما وجدناه انا غادي نحل معكم واحد تشوفوه من الداخل. من بعد ما سالينا الساندويتشات ديالنا هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تبخلوش عليا اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي عرفتوهم كيعجبهم بحال هاد الوصفات. وكنتمنى تتابعوني دائما في القناه ديالي. وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله وصفات مقبله وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.